ما عنديش مع أخويا، ما عنديش مع أخوتي، ما عنديش مع هذا، ما عنديش مع الآخر، ومع من عندك. ويلا المشكل ماشي من هذا كل الآخر، فين كاين المشكل بالنسبة ليك؟ وانت صغير يمكن ما كانش انسجام بينك وبين أخوك ولا أختك، واخا انتوما من نفس الأم والأب، ولكن ما عندكمش نفس الشخصية، ماشي نفس التجارب، ماشي نفس الأذواق، ماشي نفس الاهتمامات. وملي كبرتي ما بقتش هذيك الرغبة باش تعامل مع هذاك الأخ اللي ما منسجمش معاه، اللي مشارك معاه حتى حاجة أو غير شي حاجة قليلة. ولكن كاين حاجة أعمق من هذا الشيء كامل. الأخو والأخت واخا كيتقاسموا نفس الجينات ما تعيشوش نفس التجارب، وكل واحد عنده مكانته في العائلة على حساب وش هو ولد ولا بنت، وش هو الكبير ولا الصغير. العائلة عندها أحلام وطموحات ما حققتهاش، وكتشوف واحد من أولادها داك الشخص اللي غادي يحققها بلايسته. تايم كل العائلة تكرر بلا ما تشعر نفس الشيء اللي عاشته في الأسرة ديالها، وتفاضل الولد على البنت أو الكبير على الصغير. وهذا الفرقة وهذا التفاضل تيولدوا الحسد بين الأخوة، لأنهم تيحسوا بأنهم محقورين وغير مرغوب فيهم. وخاصنا نعرفوا بأن هذا التفاضل وهذا الفرقة ما كيعنيوش بأن العائلة ما كتبغيش ولادها الآخرين، وما عندهم حتى علاقة بالولاد الآخرين كأشخاص، ولكن المشكل أنه العائلة كتكون غير واعية بهذا الشيء، وحيت الوسط اللي تربات فيه كيبقى مأثر فيها، كتلقى راسها كتعاود نفس النمط بلا ما تشعر. وهذاك اللي كتشوف فيه العائلة، الشخص اللي غادي يحقق لها أحلامها تيبان عند خوته مفضل ومدلل، ولكن ما تيشوفوش الضغط اللي عايش فيه هذا الأخ المدلل والمفضل، كيحاول يرضي، كيحاول ما يخيبش الظن. مع المدة تيبدا ينسى راسه وتيبدا يتقلص دور ماشي ديالو، وكيحاول يحقق أحلام الأسرة على حساب أحلامه وحياته. وهذا الشيء ما عنده حتى علاقة بالخوت الآخرين، وماشي معناته بأن الأسرة كتنقص من القيمة ديال الآخرين، ولا بأنهم ما يستاهلوش أو بأن قيمتهم أقل، وإنما الترتيب والمكانة ديال كل واحد فرقات في حال هكا بدون قصد وبدون وعي من الأسرة. إلا فهمتي هاد الشيء غادي ما تبقاش تحس براسك بأن الأسرة كتنقص من القيمة ديالك، وغادي تفهم باللي المشكل ماشي فيك. ودابا منين عرفتي هاد الشيء، علاش ما تحاولش تقرب لذاك الأخ؟ علاش ما تحاولش تفهمه وتشوف شنو عايش فيه؟ يمكن ماشي خاصك تبعد عليه، يمكن خاصك تقرب ليه، حيث في الأخير حتى هو راه ضحية بطريقة أخرى. إذا عجبك هذا النوع من المحتوى ضروري تابوني باش القناة تستمر.